مما يعني يعرض علينا أحيانا في الأحلام أو الرؤى ذكر اسم معين، مثلا يقول رأيت بأن خالتي سحرتني، رأيت عمتي سحرتني، رأيت الخادمة بأنها سحرتني. طبعا هذا مما يعني يؤرق المعبر ويجعله يعيش في حيرة وتردد في التعبير من عدمه، لأن تحديد شخص بعينه بأنه أصابه بالعين هذا بحد ذاته فيه يعني قطيعة للرحم ويعني تفرقة بين أفراد المجتمع. ذلك يلجأ المعبر إلى أن يقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم من هذه الرؤيا. فأقول لكم يا الأحبة إن مما يعني يجعل المعبر يعيش في فترة حيرة حينما يأتي في الرؤيا تحديد شخص بعينه، كأن يقول الذي سحرك عمتك أو خالتك أو والدتك والعياذ بالله. فالمعبر يأخذ الحيطة والحذر من التعبير، لأن الآن إذا قال الذي أصابك بالسحر عمتك أو والدتك وقع الآن تفرقة وقطيعة الأرحام بين صاحب الرؤيا وبين المرئي فيه. فهذا المعبر يعني الناصح الأمين يقول هذه الرؤيا حلم من الشيطان، إلا إذا تكررت وهناك يعني بعض العلامات التي تشير بأن صاحب العين أو صاحب السحر فلان، يعني لا يجزم إلا إذا تواطأت الرؤيا. حتى لو تواطأت وكثرت ربما يكون من الشيطان وتلاعبه، لأن الشيطان يريد أن يفرق بين أفراد المجتمع ويوقع الحزن والوسوسة والبهم بين المجتمع. لهذا يلجأ المعبر إلى أن يقطع هذا الطريق بقوله استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه قطيعة الرحم منبوذة وينهى عنه الشارع الحكيم.